اطيب كبسه سعوديه ولا اروع ولا اجمل من هيك كبسه. شوف هيدي القميص، هاي بتعملها هيك مع الصوص، بسم الله، عن جد غرام غرام، بس على طريقه الشبرة. حبايب القلب، عملنا كمان كبسه بطريقتين، طريقه تقديم المطاعم والفنادق، طريقه تقديم المناسف مع صوص دكوس للاخر. طبعا مع بعض نشوف طريقه التحضير. حبايب القلب، اهم شيء بالكبسه انا بهارات صحيحه، احطها مع الطنجره ونحمصر شوي. هلا بنضيف الزيت، حلة سمنة كبيرة ومعدل ربع كوب زيت نباتي. بدنا البهارات تتحمص مع الزيت والسمنة. حطين بصل، هلا بنضيف الثوم. هلا عن البندورة بقطع مكعبات. هلا في طريقتين للكبسة، فيك تحطوا دجاج هون بقلب الطنجرة يستوي وتطبخ الرز. إذا كان دجاج قطع ما في مشكلة، أو دجاج نص كامل أو الدجاج الكامل ينحط هون حتى ياخذ نكهة الصوص، بعدين بنشيله بنحطه بالفرن. هلا بالنسبة للكبسة أنا بحب أحط لها جزر، هو صعب ما يحط لها جزر بس أنا بحب أحط لها جزر وفلفل قطع، كثير طعمة طيبة للكبسة. زنجبيل بودرة أو فريش يمشي الحال. شوفوا اللون كيف عم يطلع. بدنا البندورة والبصل والثوم يتسبك مع بعضهم عشان نضيف الدجاج. نضيف البهارات، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كاري، معلقة بهارات كبسة، ورشة فلفل أسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة ناشفة. الله الله على الريحة الله. حبايب القلب أنا بضيف الدجاج والمرحلة هيدي. فيكم تعملوا دجاج قطع، فيكم تحطوا دجاج كامل. هلا بنغطيهم لمدة 10 دقايق. هلا بنقلب الدجاج للجهة الثانية. والله بنضيف الجزر، بس يكون فلفل نوعين، حر وحلو، معلقة رز بندورة. والله بنضيف مي سخنة، رح نضيف معلقة كبيرة ملح، نتركها تغلي لمدة 15 دقيقة بعدين ما نشيل الدجاج. لا حبايب، بعد ما عنا الدجاج استوى بقلب الصوص وخد نرفع الدجاج على صينية الفرن. الله الله على الريحة. عشان ندهن وجه الدجاج بدنا زيت نباتي، معلقة سمنة أو زبدة مثل ما بدكم، معلقة دبس بندورة أو معجون طماطم، ومعلقة بابريكا مدخن. ندهن الدجاج بهي الطريقة عشان يعطي اللون الأحمر الصح. ندخله على الفرن للتحمير، نحطه بنص الفرن أو لأعلى شوي، ياخذ اللون الصح، لون طبيعي، فبدنا إياه يستوي بسرعة، يعني يتحمر بسرعة. الله ما شاء الله على الريحة ما شاء الله. هلا حبايبي انا عندي كيلو رز بسمتي حبة طويلة منقوع لمدة 30 دقيقة. هلا بنضيفهم صوص الكبسة، هيك اخذ نكهة الدجاج واخذ نكهة كل البهارات. رز البسمتي بعد ما بنغسله ونقعد 30 دقيقة، كل كاسة رز بسمتي بده كاسة مي. رز البسمتي بتحركوه من برا لجوا مشان ما يتكسر معكم بهي الطريقة. هيك بعد ما صار عندنا المي على مستوى الرز البسمتي نغطيه ونخفف النار من 20 ل 25 دقيقة. كبسة هو صوص البندورة أو صوص الدكوس بسموه. دكوس رح نحتاج بصلة، فلفلة، بندورة، حبة ثوم، هي كزبرة خضراء، نص معلقة صغيرة ملح. يا معلم ما بدنا الخلطة تكون ناعمة كتير، بدنا إياها شوي تكون قطع. هيك صارت عنا جاهزة صوص الدكوس. هيدي أطيب من الكبسة هيدي. حبايب القلب بعد مرور 25 دقيقة رز البسمتي رح نطفي تحته، بس ما بنفتح الغطا، خلوا الغطا اقل شيء 10 دقائق. اذا عندكم وقت فيك تخلوه 15 دقيقه و20 دقيقه. كل ما ريحته هيك الرز البسمتي الحبه تطول وتتفتح عشان البخار تبعه يحبس. بنشوفكم طريقه التقديم. تعال شوف الرز، تعال قرب قرب قرب. شفتوا بس لكم ريحوا الرز بعد الطبخ، شوف كيف بيطلع معكم. انا راح اعمل لكم الرز بطريقتين. اول طريقه طريقه الفادق الخمسة نجوم، حتى له واحد مثله بالكزبره والزبيب والبصل. ولا حبايب بدنا لكم الكبسه بطريقه عصريه وحديثه وكثير حلوه، بطريقه القلب كل وجبه لوحدها بطريقه كثير حلوه. شوفوا هاي الطريقه، اذا عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات هاي الطريقه حلوه، تابع علي اي شيء. ما شاء الله الرز، شوف حبه رز نص متر، زين بالكزبره. قرب 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 قرب. شوف 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 شوف. ما شاء الله ما شاء الله.
شوف الذهبي شوف، وهيك. ولا حبايب مندوق. بسم الله. اطيب كبسه سعوديه تاكلوها بهاي الطريقه. اجرام اجرام. هو شو انت الكبسه تتاكل بالايد، بس انا صراحه احتراما للمشاهدين عن جد غرام غرام. عمل لكم اليوم كبسه ولا اروع ولا اجمل من هيك كبسه، بس على طريقه الشيف برهان. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعه. انا بكبر من محبتكم. رمضان كريم عليكم بالصحه والعافيه، وتذكروا دائما مع الشيف برهان لا حدود للابداع.